قبل قليل كان أحد الأخوة يتحدث عن الرب وعن منازل الآخرة، فأنا حببت أن أسأل هل ربكم ذكر أو أنثى؟ وهل الرب الأمرد الذي تقولون عنه في كتبكم ذكر أو أنثى؟ طيب استمعنا. وهل هو ملتحي أو غير ملتحي؟ وهل الذكورية والأنوثية صفة كمال أو نقص؟ يزيد دقيقة. أخونا يزيد، أنت لو تترك الضيف اسمحوا لي اخوان، مع حبيبنا شن اذا تسمحوا لي اجاوبك. اسمح لك اكيد طبعا. الله يحفظكم. طيب علي، انت حاليا هذه الروايات اذا عرفت بانه في كتب الشيعة الاصيلة مثل الكافي مثل البحار تلقى مثل هاي الروايات على مبانيكم موجودة في لا يا شيخنا العزيز، أنت هل تعتقد أن ربكم ملتحي أم أمره؟ بس اسمعني. أنت إذا هاي الكتب هسه نقلت لك المصادر عشرات الروايات من كتبكم بهذا المضمون، إن الله له عين وله فم ويصعد وينزل وإلى آخر القائمة، أنت شو تقول لهاي الروايات اللي بكتبكم؟ شنو ردك عليه؟ أحسنت شيخنا العزيز، احنا عندنا قاعدة نعرض الروايات على القرآن، فإن وافقت القرآن نأخذ بها وإن لم توافق القرآن نرفضها. وكثير ونحن بحثنا نحن شيعة التوحيد الصرخية بحثنا في الموروث الشيعي وأخرجنا كثير من الروايات لا تطابق القرآن فلم نأخذ بها، لأننا نأخذ بالقرآن والعترة وهذه عقيدتنا. فهل تستطيع أنت أن تعرض روايات البخاري على القرآن؟ وطالبناكم بأكثر من مرة. بس دقيقة على كيفك. انت هسه من تريد تحاور؟ هسه انا اخو ما مستعجلين والوقت لك والوقت ولا انا مستعجل شيخنا، قاعد ابين لك انا يا شيخ. بس دقيقة، مو انت تبين اكثر من المطلب. الان انا سألتك سؤال بسيط، انت اليوم من تريد تشكل على بعض الروايات في بعض الكتب، ونفس هاي الروايات موجودة بكتبك، انت عندك حجية العرض على القرآن، صحيح؟ هذا اللي بينته من خلال كلامك. طيب أنا الآن لو سألتك سؤال في هذا العرض وقلت لك يا شيخنا العزيز، شوف ما تعطيني مجال لأنه تعرف ماذا سوف أسأل لو طلبت. لا يا شيخنا العزيز، أنا أريد أن أوضح أن ربكم بأصابع علي لو قطعت الشيخ هذه مرة حنزل. أرسلك القائد. اسمع ارسلك القائد لانه لم يكن رجلا وما استطاع ان يقتل.